خليني اقول لك ازاي تدي فيدباك للكرييتيف تيم، سواء كان جرافيك ديزاينر، كونتنت كريتور، فيديو اديتور، عشان دي مشكله كبيره قوي بتعمل دايما جاب ما بين، سواء انت بقى اكونت مانجر او سواء انت ار دايركتور او كرييتيف دايركتور او حتى لو كلاينت. ان الناس اللي شغالين في الجزء الكرييتيف والكرياتيفيتي عامه دي حاجه سبجكتيف، حاجه نسبيه. ففكره ان انت تقول له لا دي مش كرييتيف كفايه وتسكت، ده مش فيدباك. ليه؟ عشان هو الشخص عملها، فمعنى ان هو عملها وبعتها لك هو شايف ان هي كرييتيف وحلوه. فايه اللي هيفصل؟ ما انت كده ذوقك قدام ذوقه. فلو دايما الموضوع هيفصل ان انا مديرك وبقول لك اعمل لي اوبشن تاني، او انا الكلاينت وبقول لك عدل، ما ده كده مش صح. ليه؟ عشان انت هتخش في تعديلات كتيره قوي عشان هو الراجل مش فاهم انت عايز ايه. فلما تقول له لا اصلا مش كرييتيف، لا مش حاسسها، لا في احسن، ده بالنسبه له هو ايوه. طيب انت مشكلتك مع الالوان، ولا مشكلتك مع الاليمنتس اللي انا استخدمتها، ولا مشكلتك مع الفورمات مثلا انت اصلا مش عايزها ستاتيك؟ طب لو هو كوبي رايتر، انت مشكلتك في الهوك، ولا مشكلتك في البانش لاين، ولا مشكلتك ان شايف مفيش كول تو اكشن قوي، ولا مشكلتك اصلا في طريقه الكتابه، ولا مشكلتك في اللغه نفسها؟ فهو بيبقى عنده اسئله كتيره. اما انت تقول له مش كرييتيف او لا مش حاسسها، دي بالنسبه له ولا حاجه. فهو الحل ان انت تعمل ايه؟ تشوف انت مشكلتك في ايه. فمثلا انت شايف ان دي حاجه مش ماشيه مع البراند، فتقول له والله دي مش ماشيه مع البراند بتاعنا عشان احنا عاده الواننا كذا، او طريقه الديزاين بتاعتنا بتبقى بالشكل الفلاني، او التارجت اودينس بتاعنا بيحب يشوف حاجات مبهجه، لا بيحب يشوف حاجات لاكجيريوس على حسب البراند بتاع. كل دي حاجات هتساعدك ان انت توصل للفيدباك. لما لو هو مثلا كوبي رايتر، تقول له التون اوف فويس تعالى نخليها فريندلي اكتر، لا نخليها فورمال اكتر، لا تعالى نتكلم باللغه بتاعت الشارع، لا قصر الكابشن، نحط هوك اقوى ان الناس تقرا، نحط مثلا كول تو اكشن بندايركت الناس على حاجه معينه. كل دي فيدباك هو يعرف يشتغل عليها. فبالتالي هو خلاص بقى عنده واحد اتنين تلاتة محتاج يتغير. وحتى لو هو مش مقتنع هتعرفوا تتناقشوا من غير قفش، من غير القفش اللي احنا بنشوفه، اللي هو ايوه مش كريتيف ليه؟ على فكره حلوه، على فكره البراند الفلاني عمل حاجه زيها، على فكره لما عملت حاجه شبهها الشهر اللي فات جابت ريزلتس حلوه. كل ده هتفضلوا تكلاشوا، لان مفيش سبيسيفيك بوينتس او سبيسيفيك فايندنجز انتوا هتعدلوا عليها. بس فهي دي الفكره. فدايما زي ما بقول الشخص الكرييتيف عامه، حتى لو فنان، يعني حتى لو واحد مثلا بيلعب مزيكا وقلت له الاغنيه مش حلوه أو مش حلوه ايه، فاهم قصدي؟ فالكرياتيفيتي دي حاجه نسبيه، لازم تدي فيدباك ستراكتشرد.